أهلا بهالطلة أهلا. إيش هذا يا أم زهير؟ ما شاء الله تبارك الله، اليوم منورة والوجه منور. اسم الله اسم الله. اسمعي ما شاء الله تبارك. حسيتك كأنك عاملة بوتوكس لخدودك. اسم الله. لا ما احكي الدخان خليها تنزل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. بس تعرفي أنا بقول وأنا قاعدة بتفرج، اسم الله اسم الله اسم الله، ربي لا حسد، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. بقول لك حاسة كأنه ضرب إبرتين بوتوكس وعاملة خدود. بس قرار سليم، قرار سليم للصحة، ما يزعلوا منا المدخنين، بالآخر هاي حريات شخصية، ما نعترضش على حرية شخصية لحدا. يفرحوا لي اللي صار لي خدود يعني. الله يديم الصحة عليك والعافية. يعني زي ما بيقولوها القالب غالب. نعم صحيح. تسلمي يا حبيبتي، الله يرضى. انت بشوفك دائما هيك بالبيت بتلبسي اللي بيجي على بالك، بس مع انه المثل شو بيقول؟ ايش البس على كل على ذوقك والبس على ذوق الناس. شو رأيكم بهذا المثل؟ هل هذا صحيح؟ انا شخصيا ما بقتنعش في هيك. كل واحد ياكل اللي بده اياه ويلبس اللي بده اياه. يعني في قطعه بتكون 5000 شيكل تلبق ليكش صحيح. بس عشان لانه سعرها كذا وانها براند. فبقولوا لك لا البطن ببينش، الخارج اللي ببين ولك الخامة الخامة. ايوه المهم الخامة. يعني في قطعة 3 قطع 100 شيكل أحسن من ما تشتري قطعة ب 700 شيكل. أنا بالنسبة إلي ما بعرف حبايبي شو رأيهم في الموضوع. أنا نفس الإشي، أنا بلبس اللي بريحني، بنطلون بيجامة بطلع، بنطلون كروهات بطلع. وأنا أشهد أطلع بنطلون البيجامة الكروهات. يومي جاي تقول لنا يعني بنطلون ابو 20 هذا بوت ابو 20 شيكل بلبس، مش مضطره البس شيء ب 500 و700 عشان الناس يقولوا والله هي تلبس يعني وكاشخه لا. فكركم هي المظاهر اللي الناس مش عشان اللي بريحه نفسك اللي بريحك. مشان هيك بقول لك ليش سألتكم عن رأيكم بهذا المثل. يعني أنا ما كنت أحبه، ما كنت مقتنعة فيه، أنتوا هلا عم بتأيدوا وجهة نظري. ما هو مش مهم قديش كمان سعر القطعة، أنت بتكوني مرتبة وأنيقة، مش مهم سعر القطعة، ممكن تكون 20 شيك بس أنت مرتبة. أقول لك أهم إشي النظافة ويكون الإشي مش مجعلك مكوي. يعني هلا شو خامته مش مهم. حلو تاخدي رأيهم، حلو تاخدي رأيهم، بس القرار إليك. صحيح صحيح يعني صحيح. لا واحيانا ما هو اسمعي كمان اللي بيعجب الناس يمكن ما يعجبك، واللي بيعجبك يمكن ما يعجب الناس. ما هو كمان حتى مش كل الاحيان اخذ الراي كمان ممكن يعبر عن انت شو بتحبي. بالضبط. فانا بقول قناعات الشخصية. ففي ناس خلص عندهم ستايل معين، عندهم قناعات معينة. يعني أنا بقول قديش ممكن نربط. هلا في ناس ممكن الله منعم عليهم بفلوس بيحبوا يشتروا البراندات، بيعتبروها إنها صحية أكتر للجسم، مع إنه يعني في برضه بضاعة عادية سعرها عادي بس برضه منيحة. بس في ناس من باب الجخ والفخ، مش علشان إنه هم بدهم يبينوا بس يعني زي ما بقولوها المظاهر خداعة، انه قديش انت بتلبس على قديش انت قيمتك بعيون الناس. من محل فلاني ومحل بسرسوق وبوت ب 500 وبوت ب 1000. ليش يعني نحط بالارض بوت ب 1000 بوت؟ تعرف مرات بكون الخزانه مليانه اواعي واشياء بس ترتاحي لبستين ضلك تلبسيهم باستمرار. انا عندي خلاص اللي بترتاحي ما اذا انا عندي الخزانه مليانه اواعي بالضبط اكيد. يعني ما بحب الا ابو كروهات وابو مخطط. هذا خلاص انك انت بترتاحي فيه. بنطلونات البيجامات المخططه خضرة، بروح فيه على البنك، كنت اروح فيه على الدوام قبل ما اتقاعد. لانك مرتاحه. هم مبسوطه كيف. بتعرفي كمان عفوا تفضلي. يعني مرات بتسمعي من ناس بتعرفي الستات ما هم بيغاروا من بعض والله. هاي هي الغيره. وفي ناس بيحبوا يكشخوا كذب في كذب. في صبايا بتصير مناسبه نلبسها شي فستان مرتين، فبيروحوا بيشتروا لو بيبيعوا لو بتداينوا، المهم يلبسوا قطعة ثانية ما بينتش القطعة. يعني بالنهاية هي ارضت الناس ودمرت حالها عشان ترضي الناس مش ترضي حالها. هذا غلط. يعني المهم غيرت هاي الغلط. انا يعني اللي بنقوله ان رحمة إلنا ورحمة لمصرياتنا، وانت شايفين الوضع اللي نحن فيه.
يعني مش ضروري كل هالمظاهر اللي ما إلها برافو، حلو. يعني احنا كنا نحكي عن عملنا حلقة عن العراس وبهورتها، بس يا جماعة حياتنا مش واقفة بس على العراس. ممكن الواحد قديش في بيته يصير عنده ولدين 3 عرس بكل كذا سنة، بس عم نحكي عن الحياة اليومية. قديش نكون احنا مقتصدين، قديش نكون منطقيين، وقديش نتعامل بقول الله تعالى لا إسراف ولا تقتير. عيش بما يرضي الله وبالميزانيات اللي بتتناسب والوضع اللي بتناسب، لأنه ليس كل ما يلمع ذهب. أنا بشوف ناس بلزقوا بالمسميات، بلزقوا بالناس الأغنياء، بيعتبروا إنه أنا بعتبره ضعف، هذا مش غنى. بدي أكمل أو النقص اللي عندي. جاور السعيد يعني في ناس هيك. هلا جاور السعيد بتسعد مش غلط الانسان الفرفوش، بس انا ما بروح بصاحب الناس اللي عندهم مناصب يعني واللي معهم مصاري عشان يقولوا والله ايش هذا بمرافقه كريم شانتيه المجتمع. لا، مش هاي اسس الحياه والعلاقات الصحيحه. ايش رافق السعيد تسعد، ورافق التعيس بتتعس. يعني اللي المسعد بده يعطيك من سعادته. لا انا بقول لك كيف. انا يا ريت تفلسفي خلي الكل يفهم. انا واحده من الناس مقتنعه في هذا المثل، بما معنى مثلا زي الوجوه الطيبه اللي انا قاعده بحاورها، ناس فرفوشه، ناس ايجابيه، ناس مش كئيبه، ناس بترفع المعنويات، ناس لما اقعد معهم بطلع وانا عندي طاقه ايجابيه ومبسوطه، ومش محبطين، ما بضلهم يسقوا وينقوا ويشكوا ويبكوا. فبياخد لا يعني السعاده لا تقاس بانه الشخص اللي مع المال ولا اللي مع المركز، لا، بالناس ونفسياتهم يا حبيبتي. وللأمانة أنت قاعدة بوسطهم مع الاحترام الشديد لكلا القطبين الشمالي اليميني واليساري، ولكن أنا مع القطب اللي في الوسط الإقبالي. حسيت نموارة الفيديو اليوم. وأنا الببوخ. يعني هيك خلاصة الحديث بنقول ما تبالغوا كتير وما تعتبروا إنه اللي بيلبس لبس عادي، لا، اللبس النظيف المرتب المكوي المتناسق هو هوية الإنسان المنطقية، وليس قديش حق اللي شو. في ناس بيقوموا بقعدوا يقول لك شو طبخنا شو نفخنا وشو اشترينا وشو قمنا وشو حطينا. شو خص الناس في هذا الحديث؟ ايش قيمتك بدها تعلى بوجه عند الناس؟ يعني إذا سمعوا قديش بتصرفي باليوم، تصرفي شيكل أو 10,000، شو خص الناس في هذا الموضوع؟ لا، وشو ما عملتي ما بترضيهم. بالضبط. أنا بقول عنده نقص. خير كتير بقول تفرج شو بعد. والحسد كمان، في حسد. ولا هيك. شوفي فيها هاي نقطتين. النقطة الأولى إنه الإنسان يكون حريص، لأنه أحيانا مرات الناس بتحسد. ما هو الحرص مش بخل برضه، صح؟ الحرص مش بخل. لا، بتحسد لما بتسمع انت يكون مقتنع في اللي بيعمل. لا انا بحكي بس اوضح وجهة نظري. لما بقول حسد، لما انا بضلني احكي عملت وسويت واشتريت وامتى حطيت، حتى لو في منه الحكي، انا ممكن في ناس قاعدين في الجلسة محرومين او ظروفهم مش هذا، يمكن بطريقة غير، لو محب يمكن يحسدوني على الحياة اللي انا عايشها، تجيني ضيقة النفس. ونقطة تانية انا بقول في ناس بيعملوا هاي الاشياء، انا بعتبرها كانها عبارة عن تعويض عن عقد النقص. ما عندي مثلا هديك الشخصية، ما عندي هداك الحضور، ما عندي هداك القبول، فكأني بكمل وجودي عن طريق لبسي، عن طريق ثروتي، عن طريق، وأنا هذا الإشي ما بحبه. الإنسان بسلوكه، بأخلاقه، بفكره، هو بيثبت وجوده، مش مهم شو لابس. البسوا اللي بدكم إياه يا جماعة. لا أنا بقول اللي بيطلع وبيحسد مش الفقير. الفقير دائما عنده قناعة لكل شيء في الدنيا. أما الغني اللي تبعون المظاهر هم اللي عينهم على غيرهم، حتى لو متوفر لهم كل شيء. بس هذا ما بيعني إنه في ناس أحيانا بتشوفي طفل بريء جدا يفوت على دكان مع أبوه، يشوف مثلا طفل تاني مع أبوه عب حاجات كتير بيكون واقف بزبهله وبيطلع، هو مثلا نفسه يشتري زي هذا الطفل. مش لأنه هو فقير عينه فارغة، لا، لأنه مرات بتقولي يعني إنه مرات عن محبة، مش بكونش دائما الحاسد مش عن محبة. بس القناعة دائما تيجي من الصغر. يعني مثلا برافو حلو هاي. يعني مثلا ابنك مثلا فوت على الدكان كل شيء قدامه، بتقولوا لي انت بتحكي له نقي غرض واحد، بتقولي له خد كمان واحد ما بيقبل. صحيح. بس في حدا تاني انا بعرفه كمان بفوت
بتقول له امه خذ بشيكل، بحرجها باخذ لها ب 10 شيكل. برضه أسس برافو عليك، الترباية والرضا. مظبوط. قناعة العين. قناعة. طيب هلا قبل ما ننهي الفيديو بدنا كلمة من كل وحدة فيكم توجهها لمتابعينا الأمامير في موضوع ما يهمنا الناس كيف هي شايفيتنا، المهم إحنا كيف شايفين حالنا. خلينا نبلش من عند أم زهير. أنا رأيي إنه يعمل الشغلة اللي مقتنع فيها ومريح فيها، وما تهتم بشغلات يعني مش غلط إنه حد ينتقدك، بس مش حد يفرض شو تلبسي أو أنت تعملي الشغلة. يعني تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. أم أشرف. أنا بقول طالما الإنسان عنده قناعة بالإشي اللي بيعمله ما يتأثر بكلام الناس بالمرة، لأنه مقتنع بهذا ما دام مش الشيء. مغضب ربه ولا دينه ولا بالضبط. أخلاقيات هاي قناعة. المجتمع. برافو. أختنا هنا. أنا بقول- الدرر، يلا طلعي لنا الدرر، يلا يلا يلا. انا بقول ابو 1000 مهري وابو 10 شيكل مهري، وهذا بده يتوسخ. كله بده يتوزع، كله بده يكبر. اسمعوا، هذا بده يتوسخ وهذا بده يتوسخ. وهذا بده يخش غساله وهذا بده يخش غساله، فالواحد يجيب إشي على قده. انا دائما بقول الشبعان ما مقتنع بكل شيء. يعني احنا الحمد لله معك مليون. شوف هي أهم شيء القناعة. طالما أنت مقتنعة معك مليون واشتريت بشكل ما حدا له عندك. صحيح. مش تقعدي تقولي والله انا بس بستعمل العطر الفلاني ولا العطر العلاني ولا القدره اللي الاديداس. هذا أسوأ أنواع الحديث في المجالس. أي شيء صراحة. ماشيين فيه ماشي. أسوأ أنواع الحديث اللي بتحكي عنه في المجالس إنه حدا يقعد يكشخ بإيش بيصرف وإيش بياكل وبيش. يا الله ما أسوأ هاي العادة. هذا لانه هم مش شبعانين. مش شبعانين. بالأساس. أقول لك شو اللي أو شبعوا على لما- كبر هدول. شو اللي وفقنا احنا كلنا انه عندنا الحمد نفس لله، المبدأ. الله يديم يعني المحبة. طبعا نفس التفكير، نفس التربية، هذا اللي مخلينا. هلا خلينا نفرض ميسون حتى راحت على عرس اجت تحكي عنه، احنا بنعطي مجال نسمع عليك مثلا؟ لا. نعطيش. إلا إذا حكيت أشياء حلوة بتحبوا تسمعوا. أنا بحب الأشياء الحلوة. بالضبط. شغلات ثانية ما خصنا فيها. ما عنديش لانه ما إلنا. يعني نقول خلاصة الكلام مع هالستات الأمامير وهالآراء الحلوة اللي بترفع المعنويات، بقول كن نفسك وكن راضي عن نفسك بما أعطاك الله. أهم إشي التمتع بالصحة والعافية، وبعدين شو ما الله قسم لك في الحياة جميل، شيكل أو 20,000، بنطلون أبو 10 شيكل أو أبو 50 شيكل، المهم الصحة والعافية والرضا. شكرا كتير، وحطونا لايكات وقولوا لنا شو رأيكم، انتم مع الفخفخة والجخ والفخ ولا مع البساطة وعدم المبالغة والبذخ؟ شكرا. لايك كبير. بدي اغاوز مع ام زهير، لايك كبير لام زهير يا مخدود حلوات، اسم الله عليك، الله يحميكي. اسمعوا يا جماعة، غاروا خليكم، مش راح اجاملكم. يلا باي. حبيبتي مع عدمك.